يا صباح الفل. في مجتمعنا للأسف الراجل لو عنده مشكلة عضوية تخص العلاقة الزوجية بينه وبين مراته بتبقى كارثة ان هو يعترف بيها. يعني في الطبيعي لو ست بتقول انا جوزي عنده مشكلة مثلا عضوية في العلاقة او اي حاجة، بنقول لها اتكلمي معاه، لو عرف يحلها تمام، ما عرفش بتروحوا المختص، بيروح لدكتور مختص. تقول لك اتكلم معاه ازاي؟ انا ما ينفعش اجي اقول له ان عندك مشكله، انا ما ينفعش، ده تبقى كارثه. فتشيل في قلبها وتسكت. ولو خدت حبوب الشجاعه وراحت قالت له انت عندك مشكله في العلاقه، ما يبقى يومها مش فايت. هو انت بتقولي عليا مش راجل؟ هو انت بتهيني رجولتي؟ هو انت عايزه تقولي ان انا مش عارف اساعدك؟ ايه علاقة ده بده؟ فبتكون النتيجة ان هي ايه، شايلة في قلبها وساكتة، وهو عنده مشكلة متكبر او شايف ان دي اهانة لرجولته انه يعالجها، فيفضلوا هما الاتنين ساكتين وقافلين على الموضوع ما بيتكلموش فيه لغاية ما يوصلوا للطلاق. فيا رجال العالم، ده مش بيهين رجولتك. انت لو عندك مشكلة في العضوية في العلاقة دي مشكلة بيولوجية محتاجة علاج، زي بالظبط مشكلة صحية محتاجة علاج. السكر عالي، الضغط عالي، دراعك اتكسر. هو لو دراعك اتكسر ورحت للدكتور، ده كده بيهين رجولتك؟ ما دي مشكلة صحية ودي مشكلة بيولوجية. هل هتقول انا راجل ما اروحش الدكتور يجبس لي دراعي؟ هتروح له. فليه بتيجي عند المشكله دي وتقول انا راجل هروح لدكتور راجل زيي اقول له انا عندي مشكله في العلاقه، انا ما اقدرش اعمل كده؟ صدقني اللي يهين رجولتك بجد انك ايه بقى، تبقى عارف ان عندك مشكله عضويه وساكت، تبقى عارف ان انت مش مستمتع ومراتك مش مستمتعه وساكت، تبقى عارف ان ده ممكن يخرب بيتك وساكت. هو ده بجد اللي يهين رجولتك. لكن قدراتك الجنسيه ملهاش اي علاقه برجولتك. وليه انا بتكلم في الموضوع ده؟ لانه بيخرب بيوت. الست بتشيل في قلبها وساكته، وانت عندك مشكله مأثره على المتعه عندك وساكت، فهتوصلوا في الاخر لايه؟ خناقه على مشكله مش عارف ايه على حد، لان العلاقه دي احتياج اساسي في الجواز. فكل واحد بقى مش طايق نفسه، بتوصل للطلاق وبتخرب بيوت. فبنقولها للمرة المليون، قدراتك الجنسية ملهاش علاقة برجولتك. احنا مش بنقيس الرجولة بالقدرات الجنسية.